في راجل الإسرائيليين بيقولوا أنقذ دولتهم من الإبادة، والمصريين بيقولوا خدعهم أكبر خدعة في تاريخ الحروب. الراجل ده ما اتحاكمش وما اعترفش ومات وهو ساكت. اسمه أشرف مروان، وصراعه الحقيقي لسه شغال لحد النهاردة. أشرف مروان مش أي حد، زوج منى عبد الناصر بنت الرئيس جمال عبد الناصر. اشتغل في دايرة الحكم، وبعد وفاة عبد الناصر قربوا أنور السادات، وكان ليه اطلاع على معلومات حساسة جدا، يعني باختصار قلب السلطة من جوه. الرواية الإسرائيلية بتقول إن أشرف مروان هو اللي عرض نفسه على الموساد، وسموه الاسم الكودي The Angel أو الملاك، وبيقولوا سلم معلومات وخد فلوس، وكان مصدرهم الأهم سنين طويلة. بس السؤال هنا إيه؟ هل يعقل إن شخص بالمكانة دي يخون بلده بسهولة؟ قبل حرب أكتوبر أشرف مروان بلغ إسرائيل إن الحرب جاية، لكن قال لهم ميعاد غلط. قال الحرب بالليل وهي بدأت العصر. النتيجة إن إسرائيل اتلخبطت والتعبئة اتأخرت والضربة الأولى نجحت، وهنا بدأت الشكوك. طب هو خان ولا ضلل؟ رواية مصر الرسمية غير المعلنة صراحة بتقول إن أشرف مروان كان عميل مزدوج، استخدم ثقة الموساد فيه وسلمهم معلومات جزء منها صحيح وجزء قاتل، يعني اداهم معلومة بس في التوقيت اللي دمرهم، وده أخطر نوع من العمل الاستخباراتي. طيب ليه الحقيقة ما اتقالتش رسمي؟ لسبب بسيط وخطير. لو قلت ان جاسوس تبقى بتفضح اسرار دولة، لو قلت انه بطل تبقى بتكشف اساليب مخابرات. فالحل الصمت، ولا محاكمة ولا تكريم رسمي ولا نفي صريح. سنة 2007 أشرف مروان بيقع من بلكونة شقته في لندن وبيموت. انتحار، اغتيال، تصفية حسابات، ولا كلمة اتأكدت، ولا قضية اتقفلت صح؟ ومات والملف اتقفل معاه. أشرف مروان حالة نادرة في التاريخ، شخص واحد كل طرف شايفه بطل وكل طرف عنده مستندات، والحقيقة ممكن تكون في النص، وممكن تكون أخطر من إننا نعرفها. لو فاكر إن التاريخ أبيض وإسود، أشرف مروان هيخليك تعيد التفكير.